لو دخلت على موقع علي بابا وبتعمل سيرش على المنتج هيطلع لك صورته وتحت السعر. خلي بالك عشان السعر ده غالبا مش حقيقي لثلاث اسباب. واول سبب بيكون في بعض الموردين بيحط ارخص الاسعار مجرد بس انه يشدك تدخل تتفاوض معاه، وبعد كده تكتشف تماما ان السعر ده مش هو السعر الحقيقي، وانه بس مجرد شو عشان يجذبك ليه. والحاجه التانيه ان في بعض الموردين بيحط لك سعر القطعه دولار ونص دولار، فانت بتنبسط قوي بالسعر ده، تدخل تكتشف الحقيقه المره ان السعر ده هو سعر ال 2000 وال 3000 وال 5000 قطعه، وانت فاكر بس انك ممكن تجيب بالسعر ده 10 و20 و100، ولكن تكتشف ان السعر ده خاص بالكميات الكبيره والتجار الكبار. الحاجه الثالثه، في بعض الموردين بيحط لك سعر القطعه دولار او 2 دولار، وبيكون فعلا هو صادق، هو سعر القطعه بيجي عليك 2 دولار حتى لو انت محتاج 200 او 300 حبه، ولكن الفكره في ايه؟ الفكره ان السعر ده غير شامل التغليف، غير شامل النقل، غير شامل الشحن والجمارك. فبالتالي لما تحط التكاليف دي كلها تطلع سعر القطعه عليك ب 6 وب7 دولار للقطعه الواحده. الخلاصه ان علي بابا بيديك السعر ولكن مش حقيقي، بيديك السعر بس مفتاح التفاوض اللي تدخل تتكلم بيه مع المورد، وبعد كده تكتشف الحقيقه كامله بينك وبين المصنع او المورد اللي بتتعامل معاه. في الاستيراد مش الاهم كام سعر المنتج، الاهم ان المنتج هيقف عليك بكام بعد كل التكاليف اللي قلناها. تابعنا عشان تعرف كل حاجه عن الاستيراد والتجاره، واعمل لايك للفيديو وشير لو استفدت.